حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم لهذه الفئة، في إنجاز غير مسبوق سيبقى محفوراً في ذاكرة كرة القدم المغربية والعربية. فقد قدم أشبال الأطلس أداءً مبهراً اتسم بالانضباط التكتيكي والمهارة الفنية العالية والإصرار الكبير على تحقيق الفوز أمام أحد أكثر المنتخبات تتويجاً في تاريخ الفئات العمرية. هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز في مباراة، بل رسالة قوية تؤكد أن الكرة المغربية تسير بخطى وافقة نحو العالمية بفضل رؤية واضحة في تكوين اللاعبين الشباب ودعم متواصل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الإعلام العربي تفاعل مع هذا الحدث بشكل واسع، واعتبره تتويجاً لسنوات من العمل القاعدي والتكوين المستمر في مراكز التكوين المغربية. فقد تناولت القنوات والمواقع الرياضية العربية هذا الفوز بوصفه علامة فارقة في مسار الكرة العربية، إذ استطاع المغرب أن يكسر احتكار المنتخبات التقليدية للألقاب العالمية ويقدم نموذجاً في كيفية الاستثمار في الأجيال الصاعدة. وأشارت التحليلات إلى أن المنتخب المغربي نجح في الجمع بين الصلابة الدفاعية والتنظيم الميداني مع سرعة كبيرة في التحول الهجومي واستغلال المساحات، وهو ما أربك المنتخب الأرجنتيني الذي لم يجد حلولاً أمام الانسجام الكبير بين خطوط الفريق المغربي. أما الإعلام العالمي فقد وصف هذا الفوز بالمفاجأة المدوية التي هزت عالم كرة القدم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المغرب استحق اللقب عن جدارة واستحقاق. العديد من الصحف الرياضية العالمية اعتبرت أن هذا التتويج هو ثمرة عمل طويل ومنظم يعكس الطفرة التي تعرفها الكرة المغربية في مختلف الفئات السنية. وذكرت بعض القنوات الرياضية الدولية أن المنتخب المغربي أظهر شخصية قوية داخل الملعب، وقدم أداءً جماعياً متناسقاً يجمع بين الجرأة والذكاء التكتيكي، مما جعله يفرض إيقاعه على منتخب الأرجنتين المعروف بخبرته الواسعة في هذه البطولة. الصحافة الأرجنتينية من جانبها لم تخفي إعجابها بالمستوى الكبير الذي قدمه المغرب، وأقرت بأن أشبال الأطلس كانوا الأفضل والأكثر استحقاقاً للفوز، وأشارت إلى أن المنتخب المغربي يملك جيلاً واعداً سيكون له مستقبل كبير في كرة القدم العالمية، مؤكدة أن الانضباط والتنظيم والروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون كانت عناصر حاسمة في التفوق على الأرجنتين. بهذا الإنجاز كتب المنتخب المغربي صفحة جديدة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، وأثبت أن الإيمان بالمواهب المحلية والتخطيط السليم يمكن أن يوصل إلى القمة حتى أمام عمالقة اللعبة. لقد حمل أشبال الأطلس راية الوطن بكل شرف، وأعلنوا أن زمن المفاجآت المغربية الجميلة لم ينتهي بعد، بل بدأ للتو.